السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على ميزة جديدة من مميزات أوفيس 2010، وهي إمكانية تحويل عرض تقديمي بالباوربوينت بريزنتيشن إلى فيديو بكل سهولة، وذلك لعرضه على مشغلات الفيديو المختلفة وإمكانية عرضه على اليوتيوب أو مواقع الإنترنت المختلفة. هنفتح الباوربوينت، العرض اللي احنا عايزين نحوله الى فيديو. من قائمة فايل هنختار سيف اند سند، ثم نختار create a video ثم نختار create video. سوف تظهر هذه النافذة لتسأل عن اسم الملف واسم الفيديو ومكان حفظ الفيديو. نختار مثلا أن نحفظ هذا الفيديو على سطح المكتب، ونقوم بكتابة مثلا مفهوم التقويم الشامل. نختار مثلا أن نكتب فيديو التقويم الشامل، ثم نختار حفظ سيف. سوف تظهر هذه الرسالة وهي تؤكد أنه لابد أن يظل التطبيق مفتوح. تطبيق الباوربوينت لابد أن يظل مفتوح حتى الانتهاء من إنشاء الفيديو. نضغط على موافق يس. سوف يظهر هنا في الشريط create a video، وسوف يظهر هنا تحميل الفيديو. عند اكتمال التحميل هنا سوف يتم عرض الفيديو. كما تلاحظون تقدم هذا الشريط يدل على تقدم إنشاء الفيديو، ولو حاولنا قفل التطبيق أو إغلاق التطبيق من هنا سوف تظهر لنا الرسالة السابقة أنه لابد من ترك التطبيق مفتوح إلى حين إنشاء الفيديو أو اكتمال إنشاء الفيديو. هذه الرسالة. ننتظر حتى يتم اكتمال إنشاء الفيديو. بعد الانتهاء من تحميل الفيديو نجد أن الفيديو موجود على سطح المكتب. قم بتشغيل الفيديو كما تلاحظون. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.